كانش كويس خالص بالنسبه ان محمد سعد عمره ما عمل اي حاجه وحشه حتى في افلامه. متعودين ان هو بيقدم فن راقي، مفيش في افلامه اي مشهد اباحي او اي لفظ اباحي. البرنامج اولا استنساخ لاعمال هو عملها قبل كده، لانه كده كده عمل شخصيه بوحه قبل كده، فمش من الضروري ان هو يعيد تاني نفس الشخصيه. غير ان البرنامج كله عباره عن ايحاءات جنسيه، وعباره عن الفاظ مش ملائمه لان اسره مصريه تقعد تتفرج على البرنامج تشوف المناظر دي. انا سمعت الفاظ خارجه، بس ده الحقيقه انا عايزه اقول لك حاجه بقى، ان انا اساسا ما بتفرجش خالص على اي مسلسلات او اي افلام اساسا خالص. بيعملوا لي اكتئاب رهيب. الافلام كلها والله كلها، والمسلسلات كلها هنديه وتركيه ومصريه، كله انا عايزه الواقع رياليتي. شفت انا برنامج محمد سعد، وبجد الواحد يعني مش ده محمد سعد اللي احنا بنحبه، اللي احنا بننتظر له كل ما هو جديد. اللي هو عمله ده يعني نزل له من نظرنا كتير حقيقي. يعني انا واحد من الناس كرهت جدا اللي عمله ده. والله البرنامج بصراحه كنا متوقعين منه احسن من كده. البرنامج انا كنت متوقع برنامج كوميدي بطريقه كويسه، كنت حاسه هيبقى افضل من كده، لكن بصراحه هو فرحان حتى في لقاء تلفزيوني برضه، هو فرحان اللي هو جايب هيفا، وتقريبا فرحان اللي هو اللي عمله دوت. لكن بصراحه انا متضايق جدا من البرنامج، كنت متوقع احسن من كده من محمد سعد. بصراحه كنا كلنا مستنيين البرنامج ده يتعرض، كنا شايفين يعني عايزين يقدم حاجه جديده تمام. بس بعد الحلقه اللي عملها مع هيفا ده ابتزاز، لقيتنا طبعا مش هتفرج عليه تاني. طبعا انا ممكن ابقى قاعد مثلا مع اهلي في البيت، ما ينفعش اتفرج على برنامج زي ده. البرنامج كفكاهي وكده ممكن يبقى احسن شويه، بس عن طريق ان ما يوصلش يبقى اي ايحاءات للجمهور. احنا طبعا مجتمع شرقي بنحافظ على عاداتنا وقيمنا، مش المفروض ان الفنانين رسالتهم تكون بالطريقه دي. شوفي بقى، انا اقول لك بالنسبه للبرنامج بتاع محمد سعد ده تمام، انا شخصيا من الناس اللي بتحب محمد سعد او كنت بحب اتفرج عليهم تمام. لكن في الفتره دي وخصوصا في البرنامج ده يعني حسيت ان هو هزلي تمام، وما ينفعش مع عاداتنا وتقاليدنا زي ما كان الاستاذ كان بيقول. بس هي الفكره في حاجه، الفكره ان هو محمد سعد كان ماشي في كل افلامه وكل مسلسلاته تمام بطريقه كويسه وبطريقه صح، وبيضحك الناس، بيحاول يروش على الناس في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وطبعا الاحداث اللي حصلت. لكن ما ينفعش البرنامج ده بصراحه يعني تمام. بالنسبه للصور اللي فيه انا ممكن كنت اتقبله، لكن لو في حدود. برنامج تافه ملوش اي لازمه الصراحه، حرام يعني الفلوس دي كلها تتصرف في برنامج تافه زي ده، ما بيوصلش معلومه ولا بيوصل اي حاجه تفيد الناس. هو انا سمعت ان هو مكلف مبلغ جامد يعني 17 مليون، وهو ما يستاهلش الكلام ده كله. هيفاء وهبي طبعا في البرنامج كان لبسها غريب، كانت لابسه حاجات غريبه يعني. واللي لفت نظري اكتر الشيله اللي شالها محمد سعد في اخر البرنامج. استاذ محمد يعني ممثل كويس، وانا شفت فيلمه اللي هو بتاع السادات، بس هو غير النظام ممكن عشان يعني جو البلد هو محتاج كده، محتاج الشعبي ومحتاج اسلوب الزباله. بس مصر يعني محتاجه حاجه لقدام، مش محتاجه برامج تافهه ولا افلام تافهه. يعني الشعب فيه اللي مكفيه. هو البرنامج عباره ان هيفاء موجوده معاه، كل اللي هو عمله ان هو يعاكس فيها ايحاءات جنسيه. غير كده محمد سعد ما قدمش جديد. هو كسب في البرنامج 16 مليون او 15 مليون، دي ارزاق، بس هو خسر كتير من جمهوره، لان هو عمره كانت حاجه تحسب له ان هو من نجم الكوميديا النظيف اللي ما قدمش حاجه وحشه. انا شايفه ان كل البرامج ما بتقدمش حاجه اصلا، الا البرامج الدينيه والطبيه والاجتماعيه اللي هي تحسسني بحياتي انا بجد، تحسسني ان انا بزور قرايبي وقاعده معاهم قاعده حلوه. يعني ممكن يجيبوا الفنانين بيتكلموا في سهراتهم الحقيقيه، بيقولوا ايه لبعض. شبه افلامه جدا وبايخه جدا واخدين عليها ومفيش جديد، واللي هو عامله ده يعني حاجه بايخه جدا انا بجد يعني. بس ده اللي انا اقصده على البرنامج، ان هو فكرته اساسا مش كويسه. هو وحتى افلامه الاخيره ما عجبتنيش خالص، مفيش غير الافلام القديمه اللي هو كان بيعملها بصراحه بطريقه كويسه، كانت فعلا بتضحك الناس، وكمان كانت لجميع الاعمار مش للعمر. لكن دلوقتي البرنامج انا بصراحه ما كنتش متوقع من كده، يعني اسوء من كده. استمراره بس يعني يكون في تعديل، بس الوقف كده من اول حلقه ولا حلقتين مش تمام يعني. هو المفروض يعني ايه يعني يجدد فيه. انا مع الاثنين يعني استمرار البرنامج لكن في حدود تمام. ان هو البرنامج يكون مثلا يعني ايه، يعني يعمل لنا برنامج زي ما تعودنا عليه، او زي ما تعودنا ان هو يضحكنا، يخرجنا من الحاله ويخرج الشعب من الحاله اللي هو فيها.
تمام مع وقفه لو هيستمر بكده، لو هيستمر في حاله الهزل اللي بيعملها واللي بيجيب يعني بنات وبيجيب مثلا هيفا او ايا كان او ايا بعد كده ممكن هيفا بعد كده ممكن واحده تاني ممكن واحده تالت، هيستمر بكده. انا يعني مش عايز اقول وقف ومش عايز اقول استمرار، لان يعني انا موقفي محايد، لا عايز اقول وقف ولا اقول استمرار. ان انا لو قلت وقف يعني هو البرنامج برضه مكلف مبلغ جامد فمش هينفع ان هو يتوقف، ولو قلت استمرار برضه في حاجات خارجه هو يتعدل، يعني البرنامج المفروض ان هو يتعدل. لا مش انا اللي اقول، يعني المفروض في جهات في الفن اللي للكلام ده، هي اللي تقول يقف وهي اللي تقول ما يقفش، عشان انا لو قلت يقف في غير كتير حابب كده، في ناس كتير حابه انها تشوف الحاجات دي. لا مع وقفه طبعا مش كلام، لو هيستمر بالطريقه دي يتوقف، لكن لو هيكون فكاهي في حدود الادب لا طبعا نستمر. ان احنا طبعا ضغوط الحياه والاسترس محتاجه ان احنا نفرج عن نفسنا شويه، ان احنا نسمع تلفزيون، نسمع حاجه مفيده.